والحمد لله دي حاجه بقى باينه وكويسه جدا وظاهره الفتره اللي فاتت. بص ماتش القمه بين الاهلي والزمالك، استاد القاهره رجع زي زمان، حاجه منظر يفرح ومنظر كويس جدا يعني. ايه رايك في الاهلي والزمالك وبيراميدز الثلاثه اللي فوق كده؟ عجباني جدا المنافسه، مع اني انا اسماعيلاوي طبعا. كانت دايما المنافسه دي بتبقى لاخر لحظه فيها متواجد النادي الاسماعيلي. ياه. طبعا. الاسماعيلي خد بالك بيعاني بقاله فتره. الاسماعيلي بيعاني بقاله كتير كبيرة. احنا هنيجي للمشاكل دي، خلي بالك. وانا بحط سبب من ضمن اسباب مشاكل النادي الاسماعيلي ولاد الاسماعيليه اللي هم يعني بيبقوا اصحاب قرار داخل النادي الاسماعيلي. المسؤول داخل النادي الاسماعيلي، اصحاب القرار داخل النادي الاسماعيلي تفرق؟ دايما طبعا. طب تفرق فيه؟ طبعا. ما يعني انا مسؤول يبقى صاحب قرار. مثال اللجنه الحاليه فيها احد الاعضاء طالع لايف مع احد الناس المحترمه يعني، بيتكلم يعني بيتمنى هبوط نادي الاتحاد. طب ما انت كده اصلا بتخلي نادي الاتحاد اللي هو اصلا بيساندك معنويا، مش بيساندك اكتر من كده يعني. الناس واقفه معانا يشكروا، جمهور نادي الاتحاد نادي محترم ومجلس اداره محترم ونادي كبير. خليت نادي الاتحاد ومجلسه وجماهيره يغلطوا فيك ويقولوا يتمنوا هبوطك. ليه انا مش حاسب تصريحاتي؟ ما هو انا النهارده انا مسؤول. طالع لايف على لايف على طالع لايف مع برنامج مع احد المشجعين او احد الصحفيين زي ما بيقول يعني، ليه منبر اعلامي يعني بيطلع يتكلم، فطالع يقول ده تصريح خطير يا كابتن. طبعا. لما احد اعضاء مجلس اداره النادي الاسماعيلي الحالي بيتمنى هبوط نادي الاتحاد مع نادي الاسماعيلي عشان يبقى ليه قوه. على فكره بحب الاتحاد، يلغي الهبوط. هم بيحبونا جدا، بس ويعني انا اغلبيه تقاريري في اسكندريه الناس بتحب الاسماعيلي بطريقه غير طبيعيه. طبعا كل مصر بتحب النادي الاسماعيلي وكل العرب بيحب النادي الاسماعيلي. الناس دي بتتمنى اصلا يعني. انا عايز اقول لك حاجه يا استاذ ايمن، نفس عضو مجلس الاداره داخل في تخبط جامد جدا مع احد الاعلاميين الكبار، ورفع عليه قضيه وكلام زي كده يعني. الكلام ملوش لازمه. هيستفيد ايه؟ هيستفيد ان الناس هتعند مع النادي الاسماعيلي. هو النادي ناقص، بس احنا مش ناقصين. طب احنا عايزين الناس تقف جنبنا، مش تعند علينا، مش تقف قصادنا. طب ايه الحل؟